في مشهد مثير للجدل شهدت نهاية مباراة إنتر ميلان وريفر بليت في كأس العالم للأندية شجارا عنيفا بين المدافع الهولندي دومفريس والنجم الأرجنتيني أكونيا. لحظات نارية أعادت للأذهان التوتر الكبير بين هولندا والأرجنتين في مونديال قطر 2022. فهل كانت تصفية حسابات قديمة أم مجرد ردة فعل انفعالية؟ في مباراة قوية حسم إنتر ميلان المواجهة بهدفين دون رد أمام ريفر بليت، لكن التوتر لم يكن فقط في الأهداف والطردين اللذين تلقاهما لاعبو ريفر، بل كانت الشرارة الكبرى بين أكونيا ودومفريس. وفي اللحظات الأخيرة من اللقاء تدخل عنيف من دومفريس على أكونيا يشعل الأجواء. صافرة الحكم أطلقت، لكن التوتر لم ينتهي. فجأة يظهر أكونيا وهو يركض خلف دومفريس غاضبا حتى خارج أرضية الملعب. الأمر تطور إلى اشتباك بين اللاعبين أمام النفق المؤدي لغرف الملابس وسط تدخلات من لاعبي الفريقين والجهاز الفني. مشهد فوضوي، وحتى الجماهير بدأت بإلقاء زجاجات وأشياء باتجاه لاعبي الإنتر خلال خروجهم. فما وراء الكواليس؟ تكهن البعض بوجود ألفاظ عنصرية أو استفزازات متبادلة، خاصة أن العلاقة بين اللاعبين متوترة منذ لقاء هولندا والأرجنتين في كأس العالم فيفا قطر. قائد الإنتر لاوتارو مارتينيز قال بعد المباراة: هذه الأمور تحدث داخل الملعب، لا داعي للمبالغة. لكنه لم ينفي وجود كلمات جارحة أو استفزازات متبادلة في غرف الملابس. الكثير من المحللين رأوا أن سلوك أكونيا كان انفعاليا وغير مبرر، بينما لام آخرون دومفريس على تدخله العنيف والمتكرر. لكن بين هذا وذاك تبقى حقيقة واحدة: المواجهة بين أكونيا ودومفريس ليست مجرد صدام عابر، بل تكرار لصراع أرجنتيني هولندي متجذر قد يمتد حتى خارج الملاعب. فهل ستتخذ الفيفا قرارا بشأن هذا الاشتباك؟ وهل نرى عقوبات على أحد اللاعبين؟ وهل كان هذا آخر فصل من عداوة المونديال أم أن القادم أعنف؟ اكتب رأيك في التعليقات. ما هو السبب الحقيقي وراء الاشتباك؟ واشترك للمزيد من القصص المثيرة في عالم كرة القدم.